السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة وصفات مولات الدار. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى أن نلقاكم في أتم الصحة والعافية. جيت نتقاسم معكم فيه لسان العصفور أو لسان الطير، من أحسن المعسلات الرمضانية، سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة. كنتمنى أنها تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش خلونا لايك، اشتركوا معنا في القناة، شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة، وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. وبقول بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاجو 500 غرام من الدقيق الأبيض، غادي نضيفو ليها نصف ملعقة من الملح، 2 حتى ل3 المعالق من الزنجلان، ملعقة كبيرة من نافع وحبة حلاوة مطحونين، وملعقة صغيرة من القرفة، نصف ملعقة من خميرة الحلويات اللي هي البيكينغ باودر، ما يعادل 4 غرام. وغادي نخلط هاد المكونات باش الدقيق كيتلبس لينا بهداك القوام. وغادي نضيف ليه كأس إلا ربع خليط ما بين الزيت النباتية والزبدة المذابة، وكنبقى نبسبس به هداك الدقيق. كنضيف ليه ملعقة من الخل، وداك الكاس درت فيه الزعفران شعرة اللي هو الزعفران الحر، طلقته في ماء الزهر. هذا هو باش غادي نجمع الخليط، وكنضيف ليه شويه ديال الماء على حسب الحاجه. يعني كنجمع الخليط ما بين الماء وماء الزهر، غير شويه بشويه. العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش عاوتاني طريه بزاف. غادي نجمعها ونديرها في واحد البلاستيك غذائي حتى نخليها حتى كترتاح. من بعد غادي ندوز باش نقسمها. كنقسمها الكويرات اللي هما صغارين، الكويرات اللي تيكونوا متساويين في الحجم. خذوا بعين الاعتبار انه حجم الكريات خاصهم يكونوا على حسب حجم ديال المقله اللي غادي تخدموا فيها، حيت غادي نورقوهم وغادي نصهدوهم في المقله، يعني خاص يكونوا على حسب حجم المقله ديالكم. غادي نكمل بهذه الكيفيه هذه. غادي نكورهم كاملين ونديرهم في واحد البلاستيك غذائي، ونخليهم يرتاحوا لنا واحد شويه باش يساعدونا في التطليق. غادي نستعن انا هنايا بالدقيق، ممكن تعوضوه حتى بالنشا، ما كاين حتى شي مشكل. غير هو الدقيق خاصو يكون بواحد الكميه اللي هي مهمه. كنطلق اول كره، انا غنخدم بثلاثه الكرات بثلاثه الكرات. كيف ما شفتوا خاصها تكون ملبسه لنا بالدقيق باش ما كيلصقوش لينا مع بعضياتهم. كنورقها غير واحد شويه. ملي كنورقها كنبقى ندير وحده فوق وحده، وكنساعد بالدقيق. كيف ما قلت لكم عوضوه بالنشا الا بغيتو. فملي كنساليهم نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم. كنبدا دابا نورق فيهم. خاص ضروري تورقوا ليا مزيان. كنبقى نورق وكنقلب، لانه كتهرب لكم واحد الطبقه على الاخرى. فباش يجوكم كاملين بنفس الحجم كتبقاو وانتم كتورقوا كتبقاو تقلبوا فيها، وكتردوا الى هربت شي وحده كتردوها لبلاصتها، يعني كتجبدوها وتردوها لبلاصتها باش كيبقاو لكم كاملين يعني بحجم واحد. كنكمل بنفس الكيفيه جميع دوك الكرات اللي درت. كندير 3 ب3، ديروا بغيتو ديروا 4 ديروهم، ما كاين حتى شي اشكال. فملي غادي نساليهم كاملين في التورق غادي ندوز نسخن المقله ديالي. من الاحسن تكون مقله تكون ثقيله. كنسخنها على نار اللي هي متوسطه. من بعد كنفرق هذوك الطبقات وكنطيب وحده بوحده. كيف ما كتشوفوا غير كنصهدها حتى كتنشف ليا العجين، ما كنطيبهاش حتى كتقصح ولا حتى كتيبس. راها كطيب في بضع ثواني، ماشي كطيب غير حتى كتصهد وكتنشف لينا العجين، ما كتبقاش لينا على شكل عجين. راه الصوره موضحه لكم، واخا مسرع الفيديو ولكن راها بضع ثواني، ما كتحتاجش لكم حتى دقيقه في المقله، غير بضع ثواني. كنقلبها على جميع الجوانب باش كتنشف ليا كامله دقه واحده. ومباشره منين كنحيدها من المقله فكنديرها في واحد المنديل، وكنغطي عليها باش كيرجع مع هذاك الصهد وما كتنشفش وكتيبس، باش كيبقاو لينا رطبين. كيف ما تنحيدها من المقله مباشره تنغطي عليها وكنكملهم بنفس الكيفيه. راهم دغيا كيطيبوا
وما كيحتاجوش معكم الوقت نهائيا. غادي نحضر على جانب الخليط اللي غادي نلصق به. فخلطوا، ديروا الدقيق مخلط مع الماء ولا مع ماء الزهر، غير شويه ديال الدقيق خلطوه مع الماء ولا ماء الزهر باش تقدروا تلصقوا به هاد الورقات هادو. فهانتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كيبسوش ليكم، حيت الا يبسوا ما غاديش يتقطعوا معكم وغادي يبقاو يتكسروا. كناخذ 2 ورقات كنلصق بيناتهم بداك الدقيق. انا درت الدقيق وماء الزهر وكنستخدم غير بالاصبع ديالي غير شويه من داك الخليط، ما تكثروش منه. الغرض منه هو انه يلصق لينا هذوك الورقات. وملي كنرولي هاد الورقات هادو فما كنزيرش. كنرولي غير بشويه. نتوما كيف ما كتشوفوا راه كنخلي الهواء بيناتهم، لانه في القلي مازال غادي يتنفخوا، يعني خاص ليهم اتساع فين يتنفخوا. ملي كنسالي كاع هاد لي غول اللي عندي كندوز هنايا باش نقطعهم. كنقطعهم بهذا الشكل هكا مائل بواحد السكين اللي تيكون حاد اولا بالمقص، يعني بحال. شوفوا راه ساهله بزاف، راه ما كتحتاجش معكم يعني تدريب ولا شي حاجه. راه اي واحد ممكن انه يوجدها واخا يكون عمره ما دخل الكوزينه. نتفقوا على هذه القضيه. من بعد ما كنكملها كامله كنكون حضرت الزيت. ضروري تيكون الزيت اللي هو غزير. كنسخنوا على درجه حراره اللي هي متوسطه وكنبدا كنقليهم كيف ما كتشوفوا. كيما كنحطها في الزيت عفوا. كتبدا كتنفخ ليا داكشي علاش قلت لكم ما تزيروهاش ملي تكون يعني كتروليو فيها، ما تزيروهاش حيت ما غتخلوش ليها اتساع فين تزيد تنفخ. كنخليها حتى كيذهب اللون ديالها وكنديرها مباشره في العسل اللي تيكون دافي. كيكون غير دافي ما تيكونش سخون. غادي نكمل الطياب بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتذهب ليا كنديرها في العسل وكنخليها كتشرب هذاك العسل مزيان. فغادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال العسل الناجح من اول تجربه. فهاد لسان العصفور ماشي ضروري انهم يباتوا في العسل، يعني دغيا هما كيتشربوا لينا العسل. فكنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها الا كنتو اول مره غادي تجربوها ما تنساوش تخلوا لي التطبيق ديالكم في صندوق الوصف باش نعرف كيف جاتكم، واش عجبتكم ولا لا. فلي كومونتير كيشجعونا باش نزيدو نعطيكم المزيد والمزيد من الاقتراحات ومن الفيديوهات. فملي كنخليهم حتى كيتشرب فماشي ضروري انكم تخليهم واحد المده اللي هي طويله. كيف ما قلت لكم راهم دغيا كيتشربوا وكندوز باش كنصفيهم في واحد الشبيكه باش كيتصفى ليا كاع داك العسل اللي هو زائد. من بعد غادي ندوز باش نوري لكم كيفاش كتجي. راه كتجي رائعه بزاف. انا صفت هنايا في واحد الطبسيل وغادي نزينها بالورد البلدي. كيف ما تتعرفوا الورد البلدي تيعطيها واحد الجماليه، واحد الاناقه. وغادي نوريكم حتى كيفاش كتجي مقرمشه وكتجي معلكه في نفس الوقت. سهله بزاف، اقتصاديه، غير مكلفه. ممكن توجدوها في اخر لحظه كبديل للشباكيه بالنسبه للناس اللي تخافوا منها. فهذه بديل اللي هو سهل بزاف واقتصادي. كنتمنى حقا ان الفيديو ديالو ما يعجبكم، وإلا عجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش تخلوا لنا لايك، تشاركوا معنا في القناه، شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده. وغادي نخليكم هنايا وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد. وبسلامه عليكم.